هلو اصدقاء كرتونيتا، لو اول مره تشوفوني ما تنسوش السبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بيبدأ فيلمنا في الفضاء على كوكب تورو، واللي بيكون فيه عالم اسمه جامبا واقف قدام المجلس الأعلى بيتحاسب على تجربة عملها غير قانونية اسمها التجربة 626 واللي مستقبلا هيبقى اسمه ستيتش. وبيبدأ يقول جامبا إن ده أقوى سلاح هو اخترعه، ولأن المجلس بيبقى شايف إنه خطير عليهم فبيقرروا إنهم ينفوه بعيد وبياخدوه فعلا لأوضة عشان يخلصوا عليه. لكن بيحصل حاجة غلط في المكان وبيقدر ستيتش إنه يهرب وبيروح يركب مركبة فضائية وبيكون وقتها في سفن كتير بيطاردوه، وبتبقى بقية الكائنات الفضائية قاعدين يراقبوه هو وصل لفين. هم بيعرفوا ان هو وصل على كوكب فيه ميه كتير والكوكب ده هيبقى كوكب الارض. وقتها القائده بتكون عايزه تدمر الكوكب اللي هينزل عليه، ولكن بيجي واحد ويقول لها ان هو خبير في النباتات، ما ينفعش انهم يدمروا كوكب الارض لان الكوكب ده بينتج ليهم البعوض. القائده بتقرر وقتها انها تبعت جامبا وبليكلي اللي هو الخبير يعني للارض عشان يرجعوا ستيتش. وبعدين بنشوف على كوكب الارض بنت اسمها ليلو وهي بتجري وبتكون متاخره على العرض بتاعها في المدرسه. ما بتوصل ليلو هناك بتلاقي ان في صحابها بيتريقوا على شكلها وعلى لبسها، بتطنشهم مش بترد عليهم، ولكنها بتبقى زعلانه لان اختها نانا مش بتبقى موجوده. وبعدين في الوقت اللي هي بتتدرب فيه على العرض بتلاقي ان صاحبتها عماله تضايقها لدرجه انها بتوقعها على الارض. تتعصب ليلو منها جدا لدرجه انها بتزقها من على المسرح وبتخرج بره وبتسيبها. بنشوف اختها نانا وهي جايه على العرض بعد ما خلص فمش بتلاقي ليلو. وفي البيت بنشوف ليلو بتكون قاعده زعلانه جدا من اللي حصل النهارده، ولما اختها بتحاول انها تدخل لها البيت بتقفل كل حاجه عشان ما تعرفش توصل لها. بتقول لها نانا انها لازم تفتح لها دلوقتي لان الاخصائيه الاجتماعيه جت ولازم المرشده دي تشوف ان هي وليلو عايشين مع بعض كويسين، انها بتعرف تهتم بيها كويس والا هتاخدها منها. لما بتوصل الاخصائيه بتروح نانا بسرعه وبتفتح ليها الباب الخلفي وبتدخل الاخصائيه البيت وبتبدا تلاحظ ان البيت مكركب جدا، وبتحس ان نانا مش قادره انها تهتم باختها بعد موت باباها ومامتها. فبتبدا الاخصائيه انها تقول لنانا على 3 حاجات تعملهم قبل الاسبوع الجاي لان في اخصائي كبير هو اللي هيجي يشوف البيت بنفسه. تقول لها انها لازم تهتم بالبيت كويس وتدفع بقيه الفواتير اللي عليها وتقدم على تأمين صحي ليها والليلو. ده ممكن تديها وقت اضافي. فبتوافق نانا فورا وبتقوم الاخصائيه وبتسيبهم وتمشي. تروح نانا لاختها وبتتعصب عليها وبتحاول تفهمها ان اللي هي قالته قدام الاخصائيه ده غلط وانهم كده ممكن ياخدوها منها، ولكن كل الكلام ده بيبقى في الفاضي لان ليلو مش بتسمع لها اصلا. بعدين في الفضاء بنشوف ستيتش وهو في المركبه الفضائيه وبيبقى متضايق من صوت الانذار اللي بيجيله كل شويه، فبيقوم يكسر لوحه التحكم كلها وبيحصل عطل في المركبه الفضائيه وبتطير بيه بسرعه عاليه وبتكون متجهه للارض. وبعدين بنشوف نانا وهي داخله لاختها وعامله ليها حاجه بتحبها وبتحاول انها تصالحها على اللي عملته فيها الصبح. بعدين بيحضنوا بعض وبيقعدوا يتكلموا سوا، وفي وقت ما هما بيتكلموا بتلاحظ ليلو ان في شهاب معدي من السماء، فبتخرج اختها بسرعه من الاوضه وبتروح عشان تدعي دعوه ليها لانها في الوقت ده مفكره ان ده مجرد شهاب في السماء مش مركبه فضائيه. وبتفضل تدعي ان يبقى عندها صديق يحبها زي ما هي وما يبعدش عنها زي بقيه اصحابها. وبعدين بنشوف ستيتش بعد ما نزل على الارض، بنشوف جامبا وبليكلي وهم لسه في المركبه الفضائيه وبيحاولوا انهم يعرفوا مكان ستيتش من جهاز التتبع اللي محطوط في رقبته، ولكن ستيتش بيمسك جهاز التتبع ده وبيشيله من رقبته وبيكسره عشان كده مش بيقدروا يحددوا مكانه. وبعدين بيشوف ستيتش ان في كيكه محطوطه على الترابيزه، الكيكه دي بتبقى جوه فرح فبيكون عايز ياخدها، ولكن بمجرد ما بيدخل الفرح بيرعب كل الموجودين وبيبوظ لهم الفرح وبيخرج بره الفرح وبيهرب ولكنه بيتبهدل بين العربيات. وبعدين بنشوف جامبا وبليكلي وبيكونوا عايزين يحولوا نفسهم لبشر عشان محدش يتعرف عليهم او يشك فيهم. اول شخصين بيشوفوهم بيقربوا ايديهم ليهم لحد ما بيستنسخوا شكلهم وبيبقوا عاملين زي البشر. بعدين بيدخلوا الفندق وبيطلعوا يقعدوا في الاوضه وفوق بيسمعوا في التلفزيون انهم بيتكلموا عن حادثه حصلت امبارح وان في عربيه خبطت كائن غريب وبيقولوا المكان اللي اتنقل عليه الكائن ده، فبيعرفوا ان هو ده ستيتش وبيتجهوا للمكان. وبعدين بنشوف ليلو وهي قاعده على البحر مع جدتها واللي بتكون قاعده تترجاها انها عايزه تروح الملجأ للحيوانات عشان تتبنى حيوان، ولان اختها مش بترضى تروح معاها فعايزه جدتها توديها بنفسها. وبعد اصرار كتير بتوافق جدتها وبتروح ليلو الملجأ، وهناك بنشوف ستيتش وهو في القفص بتاعه واصوات الكلاب بتعصبه جدا لدرجه انه بيكسر القفص وبيخرج بره. ولما بيخرج بيشوف كيكه شكلها حلو فبيجري عليها عشان ياكلها، ولكن الكيكه دي بتبقى طعم من جامبا وبليكلي عشان يعرفوا يصطادوه، ولكن ستيتش بيبقى محترف وبيعرف يهرب منهم بسهوله ويرجع الملجأ تاني. وبعدين بنشوف ليلو جوه الملجأ بعد ما دخلت الحيوانات وبدأت انها تتفرج
بيتفرج على الحيوانات الموجوده وبيشوفها ستيتش من بعيد، فبذكاء منه بيغير شكله عشان يبان انه كلب عادي، ووقتها تقدر انها تاخده وبيظهر قدامها لاول مره. وقتها ليلو بتتخض منه، ولكن بتبدا واحده واحده انهم يندمجوا مع بعض، ولما بتحس انها مرتاحه ليه فبتخلص جدتها اجراءات التبني وبتاخده معاها. ولما بتروح ليلو البيت وبتشوف نانا الكائن ده بتتعصب على جدتها جدا وبتقول لها ان ما ينفعش يكون موجود معاهم، ولكن جدتها بتقول لها ان ليلو محتاجه صديق يعيش معاها، فبتوافق وقتها نانا انه يبقى موجود، ولكن بشرط ان ليلو هي اللي هتهتم بيه بس. وبعدين بنشوف رجال المخابرات بعد ما اكتشفوا مركبه فضائيه في الغابه، واللي بيكون رئيسهم اسمه كوبرا، وبيبدا ان هو يفتش ورا سر المركبه دي. وبعدين بنشوف ليلو وهي واقفه مع جدتها وستيتش، وبتعدي بنات من قدامها وبيفضلوا يتنمروا عليها. وقتها ستيتش بيتعصب منهم وبيزقوا واحده منهم ويوقعها، وبياخد ليلو وبيبعدوا بعيد. وبعدين بتاخدوا ليلو وبيروحوا على البحر وبيقضوا وقت جميل مع بعض، وبتيجي اختها وبتاخدها هي وستيتش عشان بتكون متاخره وعايزه تروح شغلها، فبتضطر انها تاخدهم معاها، وبتكون سايقه بسرعه عاليه جدا، فبتخبط في جامبا وبليكلي. وعلى الرغم من ان جامبا شاف ستيتش ولكن ما جاش جنبه، وحط جهاز تتبع على العربيه عشان يبقى عارف مكانه. ولما بيوصلوا هناك ستيتش بيعمل دوشه كتيره في المكان لدرجه انه بيبوظه وبيحرق اجزاء منه. وقتها المدير لما بيشوف الوضع ده مش بيقدر يستحمل وبيطرد نانا من الشغل، وبتروح نانا عشان تركب عربيتها ولكنها بتبقى عطلانه. وفي الوقت ده بيدخل جامبا وبليكلي المكان، والقائده بتاعتهم بتكلمهم وبتقول لهم انهم اتاخروا على المهمه بتاعتهم، ولكن بيقنعوها انهم لسه في وقت اضافي عشان يعرفوا يجيبوا ستيتش. وبنشوف نانا وليلو وستيتش بعد ما روحوا البيت، وبتكون نانا متعصبه جدا، وبناخد بالنا ان كوبرا قاعد في العربيه وبيراقب بيت ليلو. وبنشوف جوه البيت ان ستيتش بيبهدل البيت كله. وقتها بتتكلم نانا مع ليلو وبتقول لها انها تحاول تسيطر على ستيتش عشان الاخصائي الاجتماعي لو شاف الوضع كده هياخدوها منها. وفي البدايه بتواجه ليلو صعوبات في التحكم في ستيتش لانه ما كانش بيسمع كلامها، فبتجيب له البوم الصور وبتقعد جنبه وبتفضل تحكي ليه عن باباها ومامتها، وبتفهم منه انه ما عندوش اهل وده سبب عصبيته الزايده، وبتبدا تعلمه رقصتها المفضله، وبيبان انهم بقوا كويسين مع بعض. وبعدين بيدخل عليهم الاخصائيه الاجتماعيه ومعاها كوبرا، وهو ده بقى اللي هيحدد اذا كانت ليلو تكمل تعيش مع اختها ولا لا. لما بيدخل بيشوف ستيتش وبياخد منه شعرايه عشان يعرف هو عباره عن ايه، لان بيكون شاكك في شكله. وتاني يوم بتاخدهم نانا عشان تروح مقابله شغل، وبتاكد على ليلو انها لازم تتقبل في الشغل ده. اللي هياخدوها منها انها تحاول تسيطر على ستيتش، ولكن للاسف بيحصل عكس كده، وبتروح كذا شغلانه وبتترفض بسبب ليلو وستيتش وانهم بيعملوا فوضى في المكان، لحد ما نانا بتفقد الامل في انها تلاقي شغل اصلا. تقول لها ليلو انها ممكن ترجع تتدرب على التزلج على الماء زي ما مامتها كانت بتعمل، وفعلا بتسمع كلامها وبتروح نانا عشان تتزلج على الماء. وبتكون نانا وليلو وستيتش مبسوطين جدا لحد ما بيجي جامبا وبليكلي وبيخبطوا لوح التزلج وبيوقعوهم في البحر، ولان ليلو حجمها خفيف بتغرق، واختها بتروح بسرعه عشان تلحقها وبتطلعها بره البحر. لما بتفوقها بتوديها المستشفى عشان تطمن عليها، وهناك بيطمنوها ويقولوا لها ان هي كويسه، ولكن بيكونوا عاوزين حساب المستشفى. فبتيجي الاخصائيه وبتقول لها ان في حل هيخلي الدوله هي اللي تدفع الحساب، ولكن لازم تتنازل عن الوصيه بتاعت ليلو. وبتسيبها الاخصائيه تفكر في الكلام اللي هي قالته لها. بنشوف في الفندق جامبا وبليكلي والقائده عماله تكلمهم وتقول لهم انهم لازم ينجزوا لان الوقت كده بيضيع منهم، فبيضطر وقتها جامبا ان هو يحبس بليكلي عشان يعرف يتصرف ويجيب ستيتش بطريقته. وبعدين بنشوف في البيت نانا وهي بتحاول تتكلم مع ليلو وبتحاول تفهمها بطريقه غير مباشره ان هم ممكن يبعدوا عن بعض، كل واحد يعيش في مكان، ولكنها هتفضل برضه جنبها. بتحس ان ليلو مش فاهماها، فبتبتدي ان هي تغير الموضوع وبيقعدوا يتكلموا مع بعض ويضحكوا ويهزروا. لما ستيتش بيشوفه من بعيد بيبقى زعلان جدا ان هو بيخرج بره البيت وبيرجع للملجأ تاني. وبنشوف تاني يوم الصبح بيجي الاخصائي الاجتماعي عشان ياخد ليلو، ولما بيدخلوا عشان ياخدوها مش بتبقى موجوده. وبعدين بنشوف ليلو وهي ماشيه في الشارع عشان بتدور على ستيتش لحد ما بتروح الملجأ وبتلاقيه هناك، وبتفرح انها اتجمعت بيه تاني. لكن ستيتش بيبقى زعلان لان هو هيبقى سبب بعد اختها عنه، وبيكون شايف ان هو كائن وحش، ولكن ليلو بتحاول تفهمه ان هو صديقها المفضل وانها بتحبه جدا. وفجأة بيتفتح قدامهم بوابه زمنيه وبيخرج منها جامبا، وبيبقى موجه سلاحه على ستيتش وعايز ياخده ويمشي، ولكن ليلو بتقف قدامه وتقول له ان هو ما ينفعش ياخده. ويروح ستيتش بسرعه بيوقع السلاح من ايد جامبا. وبعد ما ليلو بتمشي بترجع تاني البيت عشان بتسمع جامبا هو بيتريق على الصور بتاعتها، فبتدخل له وبتبقى متعصبه منه جدا. فبيدخل ستيتش وبيفضلوا هو وجامبا يضربوا في بعض. فبيقول جامبا ليلو ان ستيتش اختارها اصلا عشان يحمي نفسه وانه مش بيحبها ولا حاجه، وبيقول لستيتش ان هو فعلا لو بيحب البنت دي وخايف عليها
لازم يرجع معاه دلوقتي. فبيضطر ستيتش انه يوافق على كلامه عشان يحمي ليلو، وفعلا بيروح معاه وبيركب المركبه الفضائيه، والبيت بتاع ليلو كله بيقع وبيتهد. وبعدين بنشوف اخت ليلو نانا والاخصائيه الاجتماعيه وهم بيدوروا عليها، ولكن مش بيبقوا لاقيينها. فبيظهر بليكلي وبيقول لهم ان ليلو راحت في المركبه الفضائيه. وبعدين بنشوف في المركبه جامبا، واللي بيكون عاوز يحول ستيتش لكائن شرير، لانه لما شاف ان هو قادر يحب ليلو عرف ان في جزء لسه طيب هو عاوزه ما يحبش حد عشان يقدر يستغله لمصلحته. وبعدين بيلاحظ ستيتش ان ليلو معاهم في المركبه، فبيبدا انه يوجهها عشان تدوس على زرار معين وتقدر تخرجه. وفعلا بتنجح ليلو وبتقدر انها تحرر ستيتش، وبيروح يهجم على جامبا، وبعدين بيطردوه بره المركبه. ولما بيجي ستيتش عشان يتحكم في المركبه بيكسر دراعات التحكم بتاعتها بالغلط، وده بيخلي المركبه تنزل في المحيط باقوى سرعه. وبعد لحظات بتوصل نانا وكل اللي معاها، وبيشوف ستيتش ان ليلو محبوسه تحت الميه، فبينزل لها بسرعه وبيحاول انه يساعدها. وكل مره ليلو بتحاول انها تاخد ستيتش معاها عشان تنقذه، للاسف بيقع منها عشان مش بيقدر انه يعوم، انه حجمه بيبقى تقيل على ايديها. فبيطلب منها ستيتش انها تنقذ نفسها وتسيبه. بعدين بتيجي نانا وبتاخد ليلو وبتطلعها على لوح التزلج، وبتبقى وقتها ليلو زعلانه جدا ان ستيتش لسه تحت الميه، فبتنزل نانا عشان تطلعه، ولكن لما بتطلعه بيبقى مغمى عليه، وبيحاولوا بكل الطرق انهم يفوقوه، وفي الاخر فعلا بينجحوا انه يفوق. وبتفرح وقتها ليلو جدا ان ستيتش رجع لها من تاني. وفجاه بيظهر مركبه فضائيه نازله من السماء، وبتكون فيها الرئيسه نفسها واللي بتكون جايه عشان تاخد ستيتش. وقتها ستيتش بيستسلم ليها وبيروح معاها، ولكن بيطلب انه يودع صاحبته لاخر مره. وقتها بتشوف الرئيسه ان ستيتش فيه جزء طيب، وبتشوف ان ليلو متعلقه بيه جدا، فبتقرر انها تسيب ستيتش على الارض مادام مش بيأذي حد، تسيب بليكلي معاه عشان ياخد باله منه. وكده يبقى فيلمنا خلص. سلام.